فيلم بعنوان السيد والسيدة سميت هو واحد من الافلام اللي كيجمعوا بين الاكشن والرومانسيه، وهذا الشيء اللي كيخليه عمل سينمائي متكامل كيعجب بزاف الناس. القصه كتدور حول زوجين اللي هما جون وجين سميت اللي عايشين حياه هادئه وكيبانوا بحال كوبل عادي من برا، ولكن ورا هاد الصوره المثاليه كاين سر خطير. كل واحد فيهم قاتل محترف خدام مع منظمه سريه مختلفه، حتى واحد فيهم ما عارف على الاخر مجال العمل ديالو. الشخصيتين جون وجين سميت هما زوجين في علاقة زوجية عادية، ولكن مع الوقت الروتين بدا كيسيطر على حياتهم الشخصية، وهذا الشيء خلى العلاقة ديالهم كتبرد بزاف. على الرغم من الحياة المزدوجة اللي عايشينها، كل واحد فيهم كيظن ان الاخر عايش حياة طبيعية، حتى كتوصل اللحظة الحاسمة اللي كتبدل حياتهم. كل واحد فيهم كيتكلف مهمة جديدة من طرف المنظمة ديالو، والصدمة هي ملي كيكتشفوا ان الهدف هو بعضياتهم. هنا كيبدا التوتر الحقيقي بين الزوجين اللي كيتحولوا من شريكين في الحياة لعدوين في مواجهة قاتلة. من بين أقوى المشاهد المشوقة في الفيلم هي المواجهة المثيرة اللي كتدور في الصحراء الحارقة. الفيلم كيتنقل من الأجواء الحضارية لمشاهد كلها إثارة ومطاردات في وسط الطبيعة القاسية. الرمال اللي كتفرد بلا حدود، الحرارة اللي غدا وكتزيد كتولي خلفية مثالية للمطاردات والمعارك في هاد الظروف الجديدة. كيبانوا القوة والمهارات ديال جون وجين، حيت كيضطروا يستعملوا كل المهارات ديالهم كقتلة باش يبقاو على قيد الحياة، سواء في القتال ضد بعضهم أو ضد الظروف الصعبة. الصحراء هنا ماشي مجرد غير مكان لأحداث في هذا الفيلم، ولكن جزء من الصراع الداخلي ديال الشخصيات، إضافة إلى المساحات الفارغة كتعكس الفراغ اللي كيحسوا به الزوجين في العلاقة ديالهم، ولكن يكتشفوا اشياء جديده على بعضهم وعلى راسهم. وهذا الشيء كيبدل مجرى القصه مع كل لحظه كيقربوا فيها المواجهه الحاسمه. الجميل والاجمل في الفيلم انه مليء بمشاهد الحركه السريعه والمطاردات اللي كتخلي المشاهد مشدود طول الوقت، سواء في مشاهد القتال اليدوي القوي او تبادل اطلاق النار او المطاردات بالسيارات وسط الصحراء. الفيلم ما كيخليش حتى لحظة داز بلا ما تكون مليئة بالإثارة. المهارات القتالية العالية اللي كيبينوها الشخصيات ماشي غير دليل على الاحترافية فقط، ولكن كتعكس القوة العاطفية اللي كتجمعهم حتى في وسط الصحراء القاحلة. العلاقة المعقدة بين الزوجين بعيد على الحركة والإثارة. القصة في الفيلم كتركز على علاقة عاطفية معقدة. الصراع بين جون وجين ماشي غير صراع بين جوج قتلة، ولكن هو مرآة للعلاقة الزوجية اللي كتواجه تحديات كبيرة. الخداع والخيانة اللي كيديروها في حياتهم المهنية كتسرب تدريجيا للحياة الشخصية ديالهم، والثقة اللي بيناتهم كتولي في خطر. والملاحظ من خلال أحداث الفيلم أن بالرغم من اقترابهم من المواجهة النهائية، كيبداو يفهموا أن العلاقة ديالهم أعمق من اللي كانوا كيظنوا. الصراعات اللي يعيشوها مع بعضهم كتكشف لهم جوانب جديدة في العلاقة ديالهم، وعلى الرغم من العنف والمواجهات، الحب اللي كيجمعهم كيبقى أقوى من الأسرار اللي كانوا مخبينها على بعضهم. من خلال الأحداث الدرامية اللي شفناها في الفيلم كيوصل لنا واحد الرسالة اجتماعية ما كيقتصرش حابس إطار الأكشن العادي، بل كيحمل رسائل أعمق على العلاقات الإنسانية اللي هي الثقة والخيانة. الفيلم كيبين كيفاش العلاقات الزوجية ممكن تكون معقدة، خاصة ملي كتكون أسرار كبيرة مخفية وراء الحياة اليومية، ولكن في نفس الوقت يوريونا أن الحب في الأخير قادر يصمد قدام أصعب التحديات. في الفيلم كتمثل العزلة والتوتر، لكن أيضا كتمثل الفراغ اللي ممكن نعمروه بالفهم الجديد والنضج العاطفي، بحال كيفاش كيحاول جون وجين ينجيو من الصحراء، ولكن كيتسناهم نفس التحدي في حياتهم الشخصية. من خلال هذا الفيلم هاد الشخصيتين اللي هما جون وجين كيقدموا لنا واحد التجربة سينمائية رائعة كتجمع بين الأكشن والإثارة والقصة العاطفية المعقدة، بالخصوص المواقع اللي تم التصوير فيها الفيلم، خصوصا الصحراء اللي زادت من جمالية الفيلم وخلات المشاهد يكون عنده إحساس بالتوتر والصراع اللي كيعيشوه الشخصيات. بفضل هذا الأداء الاحترافي والمتميز للزوجين والإخراج المتقن للفيلم، كيقدر يخلي المشاهد مشدود من البداية حتى للنهاية. كفكرة إضافية، هذا الفيلم تم التصوير ديالو في ظرف زمني وجيز اللي هو ساعتين. هنا غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة.
إلا عجبكم المحتوى ما تنساوش ديروا جيم وسبسكرايب وكومونتير، ما تكونش مجرد زائر ولكن خلي البصمة ديالك كفرد من العائلة.